السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو أول مرة بتشوفي أسماء ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة وتشيري لو عجبك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. طبعا النهاردة انا هعمل معاكم الفيش. المفروض انك دي كانت فيديوهات قديمة، المفروض كانت نزلتها في رمضان، بس كان عندي شوية مشاكل كده في الراوتر، فكان من الصعب ان انا انزل يعني فيديوهات، فكنت بفضل ان انا انزل فيديوهات النواعم، وده طبعا قعد عندي. فطبعا انا قلت هنزله كده عشان حتى لو عملته الفيش بتاع العيد مع اني كنت عاملاه قبل كده على القناة، بس انا قلت انزل شوية تريكات كده وحاجات بسيطة ممكن تكون يعني تفرق معاكم في شغله. وطبعا اللي لسه ما عملش اكيد هيتفرج على الفيديو، اكيد هيتعلم منه كتير، لانه بجد فيديو مليان كده. وهقول لكم على شوية ملاحظات انا لاحظتها وشوية حاجات بوظت مني. يلا هندخل على المقادير والطريقة، بس قبل ما ندخل ما تنسوش تحطوا اللايك. بصوا ما شاء الله هو فايش دايب جدا. طبعا دي خميرة الحمص. بسم الله ما شاء الله، دي بعد يوم كامل من نقعها او من تخميرها. انا هنا طبعا سبق قبل كده وعملتها معاكم على القناة بالتفصيل الممل، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف تحت. دي طبعا بعد ما شاء الله ابتدت تخمر كده وتعلى. طبعا كنت عاملاها يعني 3/4 كده البرطمان، وهي ما شاء الله ابتدت تعلى وملت البرطمان. ولو واخدين بالكم في الطبق هي نزلت المية بتاعته، يعني فتحت البرطمان والزيادات المية الزيادة كلها طلعت. طبعا انا حطيت هنا فيها معلقتين دقيق علشان اختبر الخميرة. وطبعا معلقتين دي لازم منهم، يعني ان انا اكسر بيها الخميرة عشان اشوف نجاحها. ولو ملت البرطمان رجعت ملت البرطمان تاني وفتح، يبقى كده تمام خلاص، كده الخميرة ظبطت معايا. طبعا ده حطيتها كده قدام الدفاية وغطيتها كويس، وهبتدي بقى ابتدي في الحاجة اللي هجهزها عشان الفيش اللي انا بقلب فيه ده. ده محلب صغير، اللي هو الابيض، مش في محلب بيبقى لونه بني كده شويه، لا مش هو ده المطلوب. هو ده المطلوب اللي بيدي ريحه للفيش وبيخلي ريحته تقلب الدنيا، هو المحلب ده. حاولي كده تكتري منه لان بيدي ريحه حلوه قوي قوي قوي، وبتعشقي الفيش من ريحته. تمام، يعني مثلا تحطي على 5 كيلو معلقه كبيره مطحونه. انا هنا بحمصه كده عشان تبتدي تطلع الرطوبة اللي فيه ويبتدي يطلع ريحته، وهطحنه في المطحنة. تمام، لازم يطحن ناعم جدا جدا في المطحنة. وفي حلة تاني بقى على النار هنزل بقية المكونات بتاعتي السايلة، علشان خاطر بقى خلاص ابتدت بقى الخميرة، ربنا يكرم يعني ويبارك فيها، ابتدت تطلع. وهبتدي بقى اجهز لحاجة الفيش. هنا مقدار 10 كيلو فيش، حطيت قلبين زبدة. وطبعا هاخد معلقة كبيرة من المحلب اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما يطحن انا هنا خلاص حمصته كده واديته ريحة حلوة، اديته تسخينة حلوة كده عشان يطلع ريحته، وهسيبه يبرد شوية علشان اطحنه. هنزل مكانه بقى في نفس الوك بالسمسم، كمية السمسم اللي يعني مقدار السمسم اللي هتعمل 10 كيلو. هنا هعمل 10 كيلو، يعني اللي بيحب السمسم قوي هيحط ربع كيلو سمسم، اللي ملوش فيه يعني احنا بنحط يعني ممكن تمن، على حسب طبعا انتي وراحتك. بس هو السمسم يعني بيديله ريحة حلوة، وانا كده ولا كده اصلا اوريدي حاطه في الخميرة. تمام، هنا كانت خلاص كده حطيتها قدام الدفاية، بس طفيت البوتاجاز كده عشان اقلب الغطا بتاعه. وهبتدي بقى افرم المحلب وهوريكم. بصوا الخميرة، لو تفتكروا انا كانت يعني اقل من كده لما نزلت بمعلقتين الدقيق فيها، فنزلت يعني فشت الخمر بتاعها. ما شاء الله رجعت رفعت تاني كده. خلاص تمام، الخميرة بتاعتي جاهزة للشغل. هجيب بقى يعني قد كيلو دقيق كده واحطه في طبق. بسم الله ما شاء الله، انا بوريكم شكل الخميرة عاملة ازاي. ده بيدل، كل اللي انتوا شايفينه ده بيدل على نجاحها.
هنا شطفت البرطمان كويس، واي خميرة فيه لازم بنزلها، اي قطعة خميرة فيه لازم بنزلها على الدقيق ده، يعني احنا اولى بيه بدل ما يتغسل وينزل في الحوض. وفي نفس الوقت يعني كل قطعة فيها دي بتدي ريحة جامدة جدا مش قادرة اقول لكم. طبعا كل ما كانت الخميرة ريحتها وحشة جدا كل ما دلت على نجاحها، وان هي ما شاء الله يطلع الفايش بتاعكم تحفة. هنا خط البرطمان كده من الخميرة اللي فيه، ونزلتها على الدقيق، كيلو دقيق على حسب طبعا ما انتي مخمرة على قد ايه. نزلت هنا على كيلو دقيق كل الخميرة اللي متاحة اللي موجودة، وابتديت بقى ازود مية على قد ما اقدر، اللي هو يعني تديني زي عجينة كده خفيفة ولينة وتخمر معايا بسرعة. يعني كل ما خففتي العجينة بتاعتها ما شاء الله الخمر بتاعها بيبان قوي يعني، وبتعلى قصاد عينيكي. كل ما كانت تخينة بيبقى صعب قوي في رفعها. انا هنا حطيت مية على قد العجينة اللي على قد الكيلو دقيق، وابتديت بقى ايه يعني انزل كده المعلقة السيليكون ما كانتش هتنجز معايا، ففضلت بقى اعجن فيها كده بايديا بحيث ان الدقيق بيتخللوا كل قطعة من الخميرة نفسها. هنا طبعا فتحت عليها الدفاية وغطيتها بصينية، وحطيت على الصينية قماشة او مفرش يعني اي حاجة زي كده، بحيث ان هي القماشة دي لما تسخن من الدفاية توصل درجة الحرارة لكل الطبق. تعالوا بقى هنا معايا بقى هنحط في العجان معلقة كبيرة من المحلب اللي انا قلت لكم عليه اللي طحناه. هنحط المكونات اللي هي يعني الجافة بخلاف الدقيق. يعني حطيت السكر، وطبعا هسيب لكم المقادير بالظبط بالجرام، لان كل حاجة انا ماشية فيها بالميزان ان شاء الله. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. نزلت هنا بالمحلب اللي طحناه والسمسم اللي حمصناه، وعندك الكركم برضو هسيب لكم المقدار بتاعه بالظبط في صندوق الوصف تحت، والسكر اللي يعني اللي هنظبط بيه وصفتنا. طيب هنا الزبدة كانت ساحت في الحلة، فهنزل عليها بإزازة لبن. طبعا انا بستخدم يعني لبن حيواني، لبن جاموسي او بقري، مش لبن بودرة خالص، على حسب الموجود والمتاح. نزلت عليه هنا بإزازة لبن على 10 كيلو. لل10 كيلو طبعا إزازة لبن كبيرة، وعندك قلبين زبدة، ونزلت بقى بيهم في العجان. هبتدي بقى اقلب المكونات كلها كده مع بعض في العجان، يعني احس ان كل حاجة اختلطت والسكر داب كويس جدا. هنزل بقى بكمية الدقيق اللي هي 10 كيلو. هنزل بكمية الدقيق في العجان، وطبعا بسم الله اللهم بارك كانت الخميرة ما شاء الله عليت معايا كده وبقت زي الفل. هنزل بقى بيها في العجان على العجين اللي عملناه، اللي هي ايه، حطينا المحلب والسكر والسمسم والكركم كل ده مع بعض، والزبدة واللبن عشان كله يختلط في كله. وبعد كده نزلت عليهم بكمية الدقيق المطلوبة، وبعد ما يعني احس كده ان كله اختلط بكله هنزل بقى بكمية الخميرة اللي متاحة. تمام. كمية الخميرة دي طبعا انا كنت عاملة الاكتر من كده، كمية اكبر من كده، فقسمت نصها حطيتها في المرة دي، والمرة اللي بعدها كملت طبعا فيها بقية العجين. بصوا لحد ما القوام بتاعي اللون بتاعي يفتح كده ويبقى اصفر، والقوام زي ما انتم شايفينه. طبعا ابتدينا هنا نقطع. بصوا قوام العجينة عاملة ازاي، انا عايزة اوريكم. تبقى طرية جدا، ما تخليش عجينة الفايش ناشفة خالص وتخينة، لان هتديكي نتيجة وحشة قوي. يعني لازم تبقى عجينتها طرية كده وبتلزق معاكي، يعني قبل التلزيق بحاجة بسيطة، المهم ان هي تبقى عجينة طرية ملمسها ناعم. وريتكم بقى التقطيع، وبصراحة احنا وديناه الفرن
يعني الحاجات دي بتريح قوي لما بتستوي في الفرن، يعني بره افضل 1000 مرة مما تعمليه يعني في البيت. برضو بياخد وقت ومجهود وتعب. طبعا ما تنسوش لو عايزين تعجنوه بمية خالص مفيش مشاكل، الفرن بره بتعجنه بمية، بس اللبن بيديله ريحة حلوة قوي وطعم حلو، بيبقى يعني بيعزز طعمه. بيبقى يعني طعمه غني كده، بان معمول بسمنة بزبدة ومعمول بلبن. طبعا انا حطيت كمية اللبن، وطبعا زودت معايا مية لحد ما توصل للقوام اللي انا وريته لكم. مش قادرة اقول لكم، بصوا يعني حطيت الفيشاية فيه شفطت الكوباية من ما شاء الله خفته كده. لحد هنا كانت الوصفة خلصت. ما تنسونيش لو عجبتكم الوصفة لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. أسيبكم في حفظ الله ورعايته. كان معكم أسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.